اثناء ماشي محاولات كتير، مثلا واحنا بنعمل دايت او بعد محاولات الدايت او مثلا بعد عمليات الولادة الحمل، ممكن اي عملية تخسيس بيحصل كده شوية مشاكل، منها انه ممكن يبقى في مناطق معينة في الجسم بيكون فيها متراكم دهون عنيدة شوية، مش بتيجي بالدايت، لا زي مثلا مناطق اللوف هاندلز، حاجات معينه في الدراعات، دي حاجات مش بتيجي بالدايت بسهوله. او ممكن مثلا يحصل ترهل في الجلد، او اي حد خس او بيخس عامه دايما بيحس ان وشه شويه ما بقاش مشدود زي الاول، او ما بقاش فيه كولاجين كده ونضاره زي الاول، فبنحتاج ان احنا نعمله اي سيشنز او اي عوامل مساعده للجزء ده. خد نفس. ادي فواص. ايوه، ما الاول جمله لا لا ادي فواص، يعني نحتاج نعمل كذا او كذا بالظبط، واحيانا بنحتاج كذا ودي ماشي، اديني ثانيه اقطعها، تمام ماشي، كملي انا بصور اصلا. المشكله دي او المشاكل دي عامه بنقدر نحلها بجلسات اللايبوليسيس، عباره عن جلسات معينه باختلاف الاجهزه او الماشين. لا، الحل للمناطق دي او للترهل ده عامه بيبقى عن طريق جلسات اللايبوليسيس اللي بيكون فيها فاكتورز بتساعدني ان انا اخس وفي نفس الوقت يحصل لها هايدريشن وكمان الجلد يتشد. بلس ان احنا كمان ممكن نستخدم معاها تقنية الهايفو، وهي عبارة عن موجات فوق صوتية التردد بتاعها بيكون عالي جدا، بقدر اوصل بيه لطبقات عنيدة وفي نفس الوقت في انسجة معينة وفي مناطق معينة في الجسم بقدر اكون سلكتد في الجلسة عليه، بحيث ان انا احفز الكولاجين والالاستين اللي موجود في الجلد، بلس كمان ان انا اخسس الدهون اللي موجودة دي. وفي طبعا تقنيات تانية مختلفة زي الهايفم او اي الترا ساوند حراري، راديو فريكونسي، او اي ويفز بتحفز العضلات، دي كلها حاجات وتقنيات بنقدر نستخدمها على حسب الاحتياج بتاعنا. بس أنا معدل الجلسات في العادي بيكون الشخص في العادي بيكون محتاج من 2 ل4 جلسات، المدة الزمنية بتاعتهم بتختلف من شخص للتاني، ممكن اسبوع، ممكن 10 ايام، ممكن اسبوعين، وكمان مش بنحتاج اي تخدير او عامة بيكون في احتياطات بسيطة جدا، منها شرب المية بعد الجلسة، لكن بنقدر نمارس يومنا بشكل عادي بعدها ان شاء الله يبقى كويس. خلاص كده؟ ده الفينش، خلاص انا خلصت. الله خلاص والله خلصت. ما تقولي كلمتين كمان على الهايبو ده. ما انا قلت هايفو اصلا. طب انا عارف يعني بنفس البوزيشن. كلمتين ماشي، كلمتين كمان هحطهم في النص ماشي. يعني بعد الهايفو هندخلها. كلمي شويه عن الهايفو. ماشي. الهايفو ايه الفرق بين الهايفو والكافيتيشن؟ ده سؤال بنتساله كتير. عايز اوضح لكم ان ده كذا. حلو ده، خلينا ابدا. انا داير على فكره. الفرق ما بين الهايفو والكافيتيشن، تقنيات كتير بتطلع لكن احنا ما بنبقاش عارفين نستخدم ايه. طب ده التقنيه بتاعته عامله ازاي، القوه بتاعه الجهاز ده عامله ازاي، ايه احسن من التاني. الاجهزه او التقنيات عامه اللي بتكون موجوده كلها بتكون كويسه، بس ايه اللي المفروض ان انا استخدمه. طيب الفرق ما بين جهاز الهايفو والكافيتيشن ان جهاز الهايفو هو الترا ساوند، موجات فوق صوتيه التردد بتاعها بيكون عالي جدا، بيقدر يوصل لطبقات عميقه في الجلد. بستفيد منه حاجتين، اول حاجه ان انا بحفز الكولاجين والالاستين اللي موجود في الجلد، ده بيساعدني ان انا اقدر اتحكم كمان في مناطق كتير في الجسم، سواء كانت البطن او الدراعين او الرجلين او كمان الوش، خصوصا ان احنا عامه بعد سن معين بيبتدي الكولاجين بيبتدي يقل في البشره، فبنحتاج دايما ان احنا نوصل للطبقات دي بحيث نحفز الجسم المنطقه دي ان هو بنحتاج دايما ان احنا نعمل الجلسات دي عشان نقدر ان احنا نحفز الكولاجين والالاستين اللي موجود في طبقات الجلد. بلس كمان انه الموجات الحراريه بلس كمان ان الموجات الفوق صوتيه دي بقدر استفيد منها ان هي بتوصل لطبقات عنيده جدا من الدهون، بتحولها لصفه سائله والجسم بيتخلص منها تماما. بنقدر ان احنا نعمله تقريبا مرة في الشهر على حسب المنطقة نفسها، بس المنطقة الواحدة للجسم لازم تتعمل مرة واحدة في الشهر فقط لا غير. الكافيتيشن برضو موجات الترا ساوند، بس بيديني سبيس شوية ان انا اقدر استخدمه كذا مرة على مدار الاسبوع نفسه.
لان هو مش بيوصل لنفس العمق اللي بيوصل له جهاز الهايفو، لكن بيقدر يخدمني في حاجات معينه ما بعرفش استعمل فيها جهاز الهايفو. طيب جهاز الهايفو بيكون احسن او كفاءة على حسب ايه؟ ده بنقدر نحدده على حسب الاسسمنت او التشخيص اللي بيكون موجود قدامي، لان كل شخص مختلف عن التاني ودرجات الترهل مختلفة، توزيع الدهون حجمها وزنها برضو بتكون مختلف، فالاتنين بيقدروا يخدموني كويس جدا، بس انا بقدر اوظف ده مع الشخص نفسه حسب البلان اللي احنا بنحطها. خلي بالك ما بتحركش. مش عايزه ابوظ البوزيشن. ايه تاني ممكن نقول؟ نفس الطقم. سريت بس حاسه عايزه اغير المكان عشان برضو ما يبانش. خليها بطقم تاني، يعني خليه ده فيديو تاني، انا كل ده هعمله فيديو واحد. ماشي. طيب على فكره انت كده ممكن تطلع بفيديوهين بالعكس، يعني افصل بتاع الكافيتيشن الهايف عشان حتى ده ما ينفعش اترفض لا قدر الله ده يتقبل. طيب على فكره اللي احنا عملناه اشتغل الحمد لله. اللي هو اللي كنت لابسه فيه بيج. طب الحمد لله. عايزين نتكلم عن ايه تاني؟ برضه حاجه من الحاجات اللي بنتسال فيها كتير. انا بفكر في الهايفو والبتاع بس انا الهايفو ده انا لازم اشغله عشان لما تبقى حته ملهاش اي لازمه قد الحزام ب1500، يعني انا بقيتش غير قادره الصراحه ان انا اشتغل كافيتيشن تاني، متعب قوي. ايه تاني؟ انا بفكر معاك.